عليكم العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى اموركم تكون كلها بخير وعلى خير في احسن الاحوال. يا رب فيديو جديد، واحد الفيديو غيعجبكم بزاف بزاف البنات. فيديو اللي الصراحه شحال وانا نخدم عليه، شحال وانا نفكر كيفاش غندير المذاقات مع بعضياتهم، كيفاش تكون شي حاجه مقرمشه، شي حاجه اللي غتخدم في الصابلي وغتعجب الكليان، غتعجب حتى انت كحلويه غتخدميها. واحد الفيديو اللي صراحه زوينه جياتيا كثرتي علي نهضرها، قولي لنا شنو. هنا البنات بغيت نشارك معكم واحد الخلطه اللي ديريها في عجين صابلي. ما نقولش لكم البنات، ما نقولش لكم، بقيت كنقلب شنو المذاقات شنو التقرميشه وجمعت واحد الخلطه اللي غادي نصوبها وغنخليها في من بغي نخدم صابلي. غندير واحد المعلقه ولا جوج ان شاء الله البنات. هنايا هاد الخلطه اللي فيها واحد المكونات اللي زوينه، مذاقات زوينه، غادي نشاركها معكم. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ديروا لي واحد اللايك باش الفيديو يطلع في اليوتيوب، لانه الصراحه كيستاهل اكثر من غتخدمي صابلي. غتذوقي غتشوفي المذاقات اللي كاينين فيه، كيفاش غتذوقي بلا انك تخدمي في صابلي، وشوفي المذاق كيفاش كيجي. عاد انك ملي غتخدمي صابلي غتشوفي التقرميشه، غتشوفي كيفاش كيحتفظ على صابلي مده طويله. بزاف 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 د الحوايج، لانني انا اي حاجه كنبغي نحطها لكم حتى كنكون جربتها خدمتها، عاده كنقدر انني نحطها لكم. ما كنبغيش انا شي حاجه ما دايرهاش ونجي نقول لكم ها هو فيديو البنات اجوا تشوفوا. لا، انا ما كنبغيش هذه الحاجه. كنقول ضروري انني خصني نجرب قبل، ماشي مشكل نحط فيديوهات نبقى خدامه انا على هذيك الحاجه اللي باغا نحط لكم حتى كنتاكد من النتيجه البنات، عادا كنحطها لكم. قولي اسي كثرتي علينا نهضره بلا 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 بلا، دوزي لينا المفيد. المهم الناس اللي غادي ندور لهم الكاميرا دابا غادي يشوفوا الناس ديال الانستغرام، لان ما نكذبش عليكم انستغرام اختكم ولات واحد الطاقه ولا هي فيه واحد النشاط دائما كنحط لهم، غادي يعرفوها شي غير ندور لهم قدر غادي يكونوا شافوها في ستوريات. الناس اللي غادي يبغوا راه كنحط لكم اي حاجه كنخدمها بالنهار كنحطها تما في انستغرام. كيتواصلوا معايا الناس اللي كيبغيو يوروني شكيلات تاع الخدمه ديالهم، اسئله اللي كتكون شويه بحال هكا في اليوتيوب ما كنقدرش نشوفها، كيحطها لي حتى في انستغرام كنجاوب، لان كيكونوا كيفاش غنقول لكم تعاليق قليله في الانستغرام، ماشي بحال شكل الواتساب ولا اليوتيوب. راه ما نكذبش عليكم، راه وليت كنلقى مشكل فيه ميساجات بزاف. المهم ماشي هذا هو موضوعنا، ندوزو الخلطه ديال الصابلي، خليكم معايا تشوفوا. المهم بالنسبه للبنات، هاد الخلطه هادي ها هما المكونات اللي فيها. هاد المكونات راه غيدوا لكم البنات مده طويله، يعني غتخدموا بها زعما غتعطيكم واحد الكونتيتي اللي كثيره بزاف. هنايا كنحتاجوا البنات هاد ديال السيليلاك. هنا تقريبا فيه الوزن، غنشوف لكم البنات الوزن اللي فيه هنا ما عرفتش. المهم ها هو 50 غرام البنات، 50 غرام. هاد الباكيه الصغيره يعني خذوا غير الصغيره. هنا سيليلاك ما نقولش لكم اصلا حنا كيعجبنا بلا ما نديروه في الحلوه، ولكن ملي غنديروا الحلوه غتشوفوا البنات المذاق اللي ما نقولش لكم. هنا السيليلاك الدور ديالو في هذه الخلطه هو كيعطيني واحد المذاق خطير في صابلي. هنا البنات غنحتاج هاد الحليب غبره. هنا كذلك غنحتاج ليه، هنا راه فيه 60 غرام. هاد الباكيه الصغيره فيها 60 غرام. المهم 60 غرام، 50 غرام السيليلاك هادو بجوجهم. هنا خديت 125 غرام لوز فسختو. غتقولي اسي خليه بالقشور ديالو، لا البنات غيطلق ليا ملي غنخدم في الصابلي غيولي داك الصابلي كحل. هنا خديت 125 غرام لوز، سلقتها فسختها، درت فيها واحد شويه الزيت، ما نكثروش الزيت بزاف باش ما يجينيش ميدم، ومني نطحنو يولي ميدم ليا بزاف. صافي ودرت واحد الزويف وبقيت كنمسح فيه مزيان مني تقلى، يعني على نار على زيت بارده. كنديروا داك اللوز كنقصوا العافيه وكنخلوه يتحمر. وردوا بالكم ما تخلوش يتحمر بزاف، ما يعطيكمش المروره لانه مازال غيدخل في الصابلي يطيب. يعني ردوا البال هذه القضيه، غير هو يذهب لون شويه صافي ونحيدو وندير فيه واحد الزويف نمسحو مزيان. هنا غنحتاج فلون ديال الكراميل. هنا البنات الوزن 50 غرام حتى هو 50 غرام فلون كراميل باكيه الكبيره خديت. وهنا غنحتاج واحد 4 المعالق كبار ديال بودر فاني.
بالنسبه للفلون كراميل كيعطيني حتى هو المذاق والتقرميشه. هنا كيعطيني حتى هو واحد المذاق اللي واعره البنات. الفاني كيعطي التقرميشه وكتبقى مده طويله ديال الصابلي محافظه على ديك التقرميشه ديالها. اللوز ما نقولش لكم ملي كيطحن كيعطيك واحد ملي كتعدي داك الصابلي كتلقاي فيه واحد التقرميشه اللي زوينه، شي حاجه بحال نقولوا كتغزغز هكا في السنينات، يعني تاع التقرميشه ديالها. راه هذا هو اللي كيحافظ على وعاده المذاقات، يعني عرفتي سيليلاك مع الحليب مع الفلون مع اللوز مع الفاني، راه ما نقولش لكم البنات. هنا غنجيب واحد الاناء فاش نخلط هادشي كامل، ولكن قبل غادي نطحن البنات هاد اللوز غنطحنو منين ولا مهرمش رقيق ولا منين، باش ملي يتحمر ليا في الصابلي ما يبانش ليا دوك الحبيبات حمرين في الصابلي وما يخسرش ليا اللون ديال الصابلي، يعني منين نيت ولا هذيك التهرميشه الرقيقه بزاف اللي ما كيبانوش في هذوك الحبيبات. هنايا بعد ما طحنت اللوز، المهم الا كانت شي حبه غليظه حاولوا تحيدوها. هانتوما شوفوا ها هي صافي غنحيدها. المهم غنحاولوا نحلو باش ما يبقاش ليا هكا مع داك شويه الزيت اللي بقى بحال جمعو. هانتوما صافي. هنا غنزيد عليه الفلون ديال الكراميل. هنا غنزيد على واحد الفلون باكيه غنخوي هكا. هنا غندير سيليلاك حتى هو باكيه كامله. هنا غندير نيدو حتى هو باكيه كلها. وهنا واحد 4 المعالق كبار ديال بودر فاني. عرفتي على ريحه البنات واعره والله حتى واعره. هانتوما غنخلط مزيان غنخلطو نيت البنات، وبحال كنورك عليه باش ما يبقاش مكون ليا داك اللوز. هانتوما وينشف حتى اللوز داك شويه الزيت اللي غيبقى فيه غينشف ليا وسط هاد المكونات. هانتوما شفتوا خدموا بالمعلقه مزيان باش يتخلط المكونات كاملين، لان ملي غنهز واحد المعلقه ولا جوج نكون هزيت كاع المكونات وانه هكا تخلط نيت. هانتوما عرفتي البنات هادي شحال غدير لكم تاع العجينات تاع الصابلي، راه غدير لكم بزاف لان راه معلقه ولا جوج يعني راه غدير لكم نيت. المهم غير خدموها مزيان. شتي في هاد اللحظه هادي راني غنحبس انا معكم مازال الفيديو وغادي نبقى نخلط ونورك باش يتخدم ليا مزيان داك الخليط مع بعضياتو، اللوز نيدو كلشي تخلط كلشي. هانتو شفتوا هانتوما بحال الكرات ديال اللوز راه كنحلهم كيتحل داك اللوز. هانتو شفتوا كنحاول انني شوف على هاد الشكل خدموا. راه ممكن عندكم شي هكا الماكينه تعاودوا البنات طحنوا فيها، يعني غتسهل عليكم مأموريه بحال الماكينه تاع الهاشوار ولا هذا، عاودوا طحنوا فيها راه غيتخدم لكم مزيان. هادشي اللي غندير لها نيت انا دابا. هنا نخلطها مزيان ونطحنها ونرجع معكم. صافي هنايا البنات خلطتها مزيان. هنا ضروري خصكم ديروها في شي قرعه ديال الزاج وديروها في الثلاجه تحت هكا باش تبقى لكم محافظه على القرعه الزاج، كتبقى محافظه على التقرميشه ما كيبردش لكم هاد الخليط هذا. واحد القرعه وسدو نجبد منها وندير في الصابلي ونعاود نسد. المهم انا هنا غنجبد القرعه ان شاء الله ونرجع معكم. عرفتوا البنات مع ان ديك الخضره صوتو عجباتني ودابا قلت لحق ندوقها واحد شويه، بديت كنضحك قلت دابا هادي يطيحوا على ولادي غيخلوه صافي عرفتي هادي غبروا سكوتشي مزيان غبروه في شي قنطر ما تبانش لولادكم. انا متاكده والله العظيم اللي ذاقها
يا تا غيولي ياكل المعالق بلا بلا ما نخلطها في الحلوى. هنايا اليوم واحد الفرشه غنتفرش معكم ديال الصح. تقلبت على قرعه الدجاج، انا بصراحه بكل صراحه والله حتى كنلوح كلشي، انا من داك النوع اللي ما كنعزيش عليا التبقشيش نخليه. عندي الخدمه والماتيريال ديالها كنقول ما نزيدش عليا التبقشيش. لقيت واحد القرعه وما عييت البنات، ما عييت نغسل فيها هانتوما ونحيد لها هاد الكاريط ديالها. شوفوا غير الكاليتي اللي مديوره ديال الكاريط عادل داكشي اللي فيها هانتوما. والو واش بغات تحيد غسلتها مزيان مزيان مزيان. هنا هاد القرعه هي اللي غنمسحها. البنات قلت لكم اليوم ديال الفرشه. شوفوا غتشوفوا تقولوا لي اسيه واش باغا تغلاضي مالكي. شوفوا البنات، لا والله ما باغا نغلاض ولا حتى شي حاجه، الحمد لله غلط طبيعي بلا حتى شي حاجه. هذه واخده لوليداتي بكل صراحه نقولها لكم، لان اكيد من غادي يشوفوا الفيديو غيبداو يسولوا يسعبوني انا، وغيبداو دوك التعاليق اسيا انت غليظه شنو باغا تزيدي بهذا الشيء. شوفوا البنات، هذه واخدها لوليداتي وواخدها ليا انا علاش واخدها ليا؟ ماشي على حساب الغل، والله العظيم ماشي على حساب الغل. واخدها على حساب التهدئه ديال الاعصاب، على ما كنقدرش انني نخدم، ما كنقدرش بزاف. ولدي ما خلانيش نكمل معاكم. شافا قالك بغى منا. عاجباهم الصراحه، بنينه ما نكذبش عليكم. هاد اللحسه هادي واعره، وهذه خديتها حتى على حسابي انا باش نكون بكل صراحه معاكم. انا في الاول خديتها على حسابي، وفي الثاني بديت كنعطيها هكا لوليداتي. غتقولي انت وانتيش باغا بشي غلط وانتي. شوفوا البنات راه ماشي على حساب الغلط، خديتها على حساب هكا العيا اللي كيكون فيا مع الصباح، ما كنقدرش انني نخدم. كنكون مدقدقه بزاف. يقول لي صاحبتي شوفي اسيا هانتي جربي هذه، دائما كتقولها لي شربي هذه اللحته راه فيها بزاف الفوائد لك، راه فيها بزاف الفيتامينات لك. كنقول لها شوفي انا راه اللحته غتغلطني، وانا الله يجعل البركه. صراحه بكل صراحه واخا انا نعطيك منها، انا بكل صراحه راه الله يجعل البركه. يعني انا ما محتاجاش لهذا، بالعكس راه باغا نضعاف. كتقولي انت كتصبحي عيانه وعظامك مدقدقين ما قاداش تخدمي ما قاداش، انت جربيها. واحد النهار جاتني في واحد النهار اللي ما نقولش لكم، النعاس كيطير في الليل شحال من حاجه. تقول لي انت هكا جربي قالت لي هكا قرعه ما تخلصينيش، خذي بعدا جربي ورد. هذيك الساعه لا وافقتك مرحبا، ديك الساعه خلصيني. قلت لها يلا هاري لا واش غنقول لكم. خديتها النهار الاول كنا ناخذها غير قبل الماكله، لان هي قالت لي انت ما باغاش تغلاضي خذيها قبل من الماكله، راه هي فيها فيتامينات كثيره. قالت لي انا عارفه راسي اشنو دايره. فكنقول لها شوفي راه انت ثقه داكشي انا علاش غنجربها من عندك، اما راني والله ما كناخذ هادشي من عند اي واحد، لانني ما نقدرش. انا بخصوص ولادي انا نقول نقدر نغامر، ولكن ولادي ما نقدرش بكل صراحه. داك النوع اللي كيخاف وداك النوع اللي شي حاجه مش تشبيعيه ما نقدرش انني نخدم، ما نقدرش انني ناخذها. صافي هذا ما كان البنات. صافي خديتها النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث اختكم داك الدقديق ما بقاش فيها، داك الايام ما بقاش فيها. واللي لاحظت انني كنت كنعس حتى لجوج ثلاثه، اختكم 11 ونص ولات كتلوح التليفون وتنعس، لان هي فعلا قالتها ليا. وانا كنقول شوفوا انا خديتها غير باش ندير لها خاطرها بكل صراحه. يعني كنقول انا ما يمكنش اللحسه ديال الغل هذا. وهي كتقول لي شوفي راه فيها واحد الفيتامينات اللي كثيره وطبيعيه. قالت لي راه ما تخافيش غير خديها. صافي انا قلت زعما غندير لها خاطر. كل مره كتقول لي انت خديها، وهي صاحبتي نيت انا عارفه شنو كتخدم وشنو كدير. صافي قلت اجي نجربها، وما نكذبش ليكم عرفتي النتيجه واعره. شوفوا النعاس والله العظيم الا كتنعسي بكري راه كتولي صافي كتلوحي تليفونك وكيجيك النعاس. ما نقولش لكم قبل ما راه قلت لكم جوج ثلاثه كنبقى شاده التليفون ندور، ودابا وليت 11 ونص 12 صافي كتلقاي اختكم مشات. نفعتني بزاف ملي شفت ان فيها النتيجه. ويقول لي شوفي جربيها في بنتك. راكم عرفتوا بنتي كي دايره. راه واحد الضعف اللي فيها ما نقولش لكم. ايوا صافي قلت اجي نبدا معاها. كنعطيها 2 معالق في النهار من وراء الماكله، لان الا كنتي بغيتيها دير من وراء الماكله. صافي قلت اجي نديرها لها وراء الماكله. ما نقولش لكم عرفتي راه ساليت القرعه الاولى والثانيه والثالثه، ودائما انا هذه كنخليها هنا في البوطاج بكل صراحه. يا كنديرها هنا حدا الثلاجه يا هنايا باش ما كنساهاش ليهم. وحتى هما كتبان لهم كيقول لي ماما راه نسيتي سلو، ماما نسيتي راه عاطيهم سميت سلو.
ما نسيتي لينا سلو صافي، غير كيتغدى ولا هذا كياكلوا. والحاجه اللي ارتاحي ولكن نعسو بك بنتي كانت كتجي مع 5:30، كانت كتجي انا نسالي ونعطيك وليدات وشنو داير لي عليها مع 5:30 كانت كتجي وتمشي السوايع وتجي وتلقاها الربيله نايضه ليا في الدار. هي واخا دابا راه ولات كتجي مع 5 وباقي ما مشات السوايع، والله حتى كتنعس 5:30 والله حتى كتنعس، كضربها بنعسه. كنقول صافي خليها تنعس واحد الساعه باش عاوتاني نوضها تمشي. راه قبل 5 تجي وتمشي للسوايع وتجي وتبقى شاده مع خوها الساره صراحه لقيت نتيجه زوينه صراحه. وعاد الوزن، انا الوزن راجلي قال لي شوفي منيت حيت بزاف كنتلاقى هكا العائله وشحال كيقول لي واه جنات وافقات المدرسه، كنبقى نضحك كنقول لهم لا يوريكم راكم المدرسه. كيقول لي عمرك ما تقولي شي واحد شحال زادت عندك. شوفوا البنات انا ما غنقولش الوزن ديال بنتي، ولكن غنقول لكم شوفوا حيت ما خلانيش نقول الوزن العائله وزعما هذا عاده هكا في اليوتيوب وكلشي كيتفرج ما الصراحه. ولكن غنقول لكم شوف كتزاد 3 كيلو 3 كيلو ونص في واحد الشهر شهر ونص، والله العظيم الا كتزاد 3 كيلو 3 كيلو ونص. شوفوا انا نبركم وانتم تفهموا. انا المهم ما قالتش سميت بنتي كنضحك معكم. نقول لي اسيه كنتي في اللحسه كنتي في الخليط نقصتي اللحسه. المهم رجعوا لموضوعنا، هو انكم ديروها في قراعي ديال الزاج وتسدوا عليها. هذا هو السميتها لي ضروري ديروها في قراعي ديال هكا الزاج وتسدوا عليها. المهم انا غنشفها مزيان وغادي ندير معكم ورجع معكم. صافي هنايا البنات غادي نخويها هكا بعد ما مسحتها مزيان. عرفتي على ريحه طالعه من هذا الخليط، والله يا البنات لا واعره. وحتى في الصابلي ملي غتخدموها غتردوا ليا الخبر وغتقولوا لي كي جاكم. وانا ما كنحط لكم الحاجه تكون متاكده منها وخادماها وجربتها عاد عطيتها لكم. هانتوما عرفتي راه انت هذا الخليط راه كيهز يمكن كيلو اصلا. هاد القرعه هذه كتهز كيلو. هانتوما عرفتي واعره واحد الريحه. وانتوما ملي غتجربوها وتذوقوها غتردوا عليا الخبر. راه غتذوقوها نتوما قبل ما ديروها في صابلي نتوما غتعجبكم عاد صابلي مع داك المكونات ديال زبده العبار وداكشي وتفرجوا الفراجه. فيها نتوما شي كيلو، لان هاد القرعه اصلا كتهز كيلو البنات نيشان، والله الا نيشان. ايوا الشق صافي. هانتوما عرفتوا البنات واعره. شوف صراحه زوينه. هانتوما هكا غتسدوا عليها. غادي فيما ديروا واحد المعلقه ولا جوج. ان شاء الله راني غنجرب لكم بها صابلي، غنخدم لكم بها صابلي. انا صابلي درته قبل ودرته في الاول فاش كنت كنخدم بها. دابا غنعاود ندير لكم صابلي طريقه الخدمه وغتخدموا بها وتردوا عليا الخبر كي جاتكم هاد الخليط ديال الصابلي. هاد الخليط ديال الصابلي راه خطير بمعنى الكلمه. يلا واحد اللايك باش نشوف واش عجبكم هادشي ولا لا البنات، واش يستاهل مني ندير لكم واحد التجربه ديال الصابلي. تجربه ليكم نتوما، اما انا خادماه قبل وشفت المذاق وما نقولش لكم، ولكن بغيت نديرو لكم نتوما باش تشوفوا. يلا خلوا لي واحد التعليق كثيره واحد اللايك باش الفيديو يطلع لليوتيوب. وشكرا لكم من كل قلبي، ما نكثرش عليكم الهضره، نخليكم في امان الله.